جوزي عنده بدلة رأس. ايه؟ ايوه عنده بدلة رأس. بدور كده وببص لقيت في الدولاب كيسة مربوطة وفيها بدلة رأس. يا خرابي! طب ازاي؟ طب فين؟ طب ايه الحكاية؟ طب ايه القصة؟ طب ايه رد فعلي؟ تعالوا بينا نشوف صاحبة مشكلتنا النهاردة. بس قبل ما نقول اي حاجة، صلنا على النبي يا جماعة نكسب معاكم صلاة النبي. الزوجة بتاعتنا النهاردة بتقول إن هي اتصدمت صدمة كبيرة جدا أول ما شافت في دولابها بدلة رأس. بتقول جوزي ميسور الحال، معاه فلوس مش محتاج، وكمان موظف في مكان مرموق، ومش محتاجين أي حاجة، وعندنا بيتنا وحياتنا وعربياتنا وربنا كرمنا من وسع. لكن وأنا بدور في الدولاب لقيت كيسة فيها بدلة رأس حمرا شعللة كده وفيها حاجات. فقلت ايه ده؟ معقولة يكون جايبها لي هدية؟ قلت بس ما ضيعش عليه الهدية، خليها متدارية لحد ما يجي يفاجئني بيها ويطلعها ليا. تمام كده؟ تمام. صلوا بينا على النبي علشان نكسب معاكم صلاة النبي. المهم، انتظرت يوم واتنين وتلاتة لقيت بدلة الرقص ما طلعتش، وانا بصراحة مش عايزة اقوله لان الشك جه في دماغي. يا ترى البدلة دي لمين؟ يا ترى في حد دخل شقتي او بيتي وانا مش موجودة ونسيت بدلتها متعمدة علشان اكتشف خيانة جوزي؟ بصوا، دماغي ودت وجابت والدنيا لعبت بدماغي جامد جدا. ومن كتر ما انا كنت متضايقه قمت قاعده على التواصل الاجتماعي في برنامج اسمه كملوا انتوا بقى. كيوا. ماشي. برنامج كوا ده مش عايزه اكمل الاسم، انتوا اكيد فاهمين. قلت الله، انا بشبه على الصاله دي والديكور ده. انا عندي مكان في بيتي ركن ساحري جدا، يعني ساحر بفوق الخيال، عاملينه كده للقعدات الرايقه بتاعتنا لحفلاتنا لاي حاجه. ببص لقيت كارثه كبيره، لقيت مصيبه. لقيت الركن اللي انا عاملاه في بيتي موجود في الفيديو اللي انا بتفرج عليه، بس ست لابسه بدله الرقص وبترقص، بس حاطه كمامه على وشها ولابسه طرحه. ايه ده؟ طيب جابت ده منين؟ الله! ايه ده؟ ده بيتي! ازاي؟ ركزت قوي، ركزت جامد. لقيت جوزي لابس بدلة رقص وبيرقص وعامل صفحة على البرنامج كوا ده، وبيحاول انه يزود مشاهدات بانه يرقص كراجل ويهز في وسطه ويتهز كده عشان يجيب مشاهدات وارباح كتيرة جدا. وفعلا جايب مشاهدات وارباح كتيرة جدا جدا جدا. وانا اقول التغيير اللي جاله ده جاله ازاي؟ معقولة تجيب بدلة رقص عشان ترقص انت كراجل عشان الفلوس واحنا مش محتاجين الفلوس؟ استغربت ودماغي لفت وجابت وحياتي باظت واتقلبت. في ايه؟ ايه الراجل ده؟ وجريت واجهته وقلت له بدلة الرقص دي بتاعت مين؟ قال لي سيبيها. قلت له اسيب ايه؟ بدلة الرقص دي انت جايبها لمين؟ قال لي ده كنت جايبها ليكي هديه كده، بس حسيتي ان انتي تخنتي كده شويه فهغيرها واجيب لك واحده اكبر. قلت له لا. واجهته بكل الفيديوهات اللي موجوده، قلت له اتفضل، سيادتك بترقص على النت ولابس بدله رقص، انا متجوزه راجل مش متجوزه واحده ست. طب ومداري وشك ليه ولابس الكمامه؟ ما تكشف وشك. ولا انت مكسوف يا سياده المدير كذا في كذا؟ ازاي تعمل كده؟ يقول لي الدنيا غاليه والحياه مش عارفه ايه وانتي طلباتك ومتطلباتك. قلت له فين؟ انت راجل بتشتغل ومكان مرموق جدا وانا كمان بشتغل ومش محتاجين حاجه وعايشين مرتاحين فوق المرتاحين كمان. امال غيرنا بيعمل ايه وبيعيش ازاي اللي ما حلتوش اي حاجه؟ قلت له انا عايزه اتطلق. قال لي انت بتستهبلي؟ تتطلقي يعني ايه؟ قلت له هو كده انا هتطلق؟ انا ما اتجوزتش واحده ست تفضحني على النت، ده انا يا راجل ما عملتهاش. طبعا قعدنا ناخد وندي ونجيب وفعلا رفعت عليه قضيه، والقضيه فعلا شغاله في المحاكم دلوقتي وموجوده،
وطبعا انا هكسبها، هعمل خلع للضرر لان فيديوهاته فاتحه الدنيا على السوشيال ميديا وفي البرنامج ده، وكتير من الناس بتتريق وكتير من الناس بتشتم. ارقصي يا سوسو، تدلعي يا سوسو، تعالي يا سوسو، كلام قذر كبير وكتير. دلوقتي هو عمال يترجاني ويقول لي انا هسيب كل ده وتعالي نرجع وانا اسف وبعتذر لك وي وي، والقضيه شغاله واهلي والناس بيقولوا لي خلاص سامحي وتنازلي عن القضيه وما تدمريش حياتك وبيتك وجوزك وسيبي ولادك يتربوا مع ابوهم، وتجربه وعملها وخلاص. طيب انا دلوقتي مشكلتي مشكله، انا ممكن اروح اتنازل عن القضيه، بس هل بعد ما اخد الفلوس الكتيره دي اللي طلعها من الرأس وعمل فيها صفحه على كوكو ده، هل هو هيستغنى عنها؟ ممكن يضحك عليا شهر واتنين وتلاتة بس هيستمر. انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عايزه اسمع كلام الناس، مش عايزه اسمع كلام اهلي ولا اسمع كلام حد، انا فعلا عايزه اخلعه لاني قرفانه منه، وطريقه التعامل ما بيننا حسستني ان انا بتعامل مع ست زيي مش راجل. وانا عارفه وواثقه ومتاكده ان هو مش هيتوب، مش هيتوب خلاص. خلاص هو كده خلاص اتأقلم، وده الفلوس وده المكسب والرزق، جايله فلوس كتير، وبيحاول يقنعني ان ده مبلغ اضافي نشتري بيه فيلا في كذا، نشتري بيه شقة في كذا. انا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي، ينصحوني. يا ترى انا غلط لما قبلت ان جوزي يبقى رقاص على النت؟ يا ترى انا غلط ولا ده شيء عادي وفي ناس كتير كده؟ تعالوا بينا نسمع حل مشكلتنا النهاردة اللي صاحبتها حيرانة وبتقول مش عارفة اعمل ايه. بصي يا ست البنات، انت معاكي حق طبعا في كل اللي بتقوليه، وفي ستات ممكن تقبل وفي ستات ممكن تعترض. انت من الستات اللي اعترضت، على راسنا اعترضي، بس في رجالة واخداها مهنة ومش عيب، ومش عيب ابدا. وبتشتغل في افراح وبتعمل حفلات كل حاجة. زوجك غلط ان هو خبى عليكي، وغلط اكتر ان هو راجل، دي مش مهنته الاساسية. مهنته الأساسية كراجل شغال في مكان مرموق ومرتبه عالي زي ما انت قلتيلي، ما كانش ينفع طبعا انه يعمل كده، خصوصا ان هو متداري بكمامة وبدلة رأس. لا هو قيمته في شغله، ولا قيمته قدام ولادك، ولا قيمته قدام نفسه ولا أهلك، ولا قيمته في أي حاجة بصراحة. فأنا هنصحك نصيحة لوجه الله، اتنازلي عن القضية دلوقتي. مفيش أسهل من القضايا اللي بتترفع في أي وقت وفي أي لحظة، واديله فرصة عشان خاطر ولادك وعشان خاطر حياتك. اديله فرصة تانية وجربي، اذا استمر فيها وممشيش على الوعد اللي هو وعدهولك اخلعي. لكن ممكن يتوب ويقولك لا خلاص انا عملتها، ويغير المحتوى بتاعه بأي محتوى تاني، وان شاء الله يجيب له رزق لو هو عايز. لكن لو ما حصلش بقى كده واخلف وعده معاكي، تقدري تتصرفي وتخلعيه. او لو اقتنعتي انت برضو براحتك، وانت حرة، كده كده هو اتفضح في العيلة زي ما انت قلتي، وكله بيدخل يتفرج على سوسو وكله بيشتم والله. وبرضه اقول حاجة تانية، لو انت الفلوس معاكي يعني وعايزة تعديها له براحتك، بس انا ما بحبش الرجالة اللي بتتشبه بالنساء ولا النساء اللي بتتشبه بالرجال، وهو كده عمل شيء برضه حرام. وبرضه هقولك ما تاخديش الكلام مني، خدي الكلام من اهل الدين. اتكلمي مع واحد في الدين واسأليه فاهم اكتر مني ويعرف اكتر مني. بس كل اللي انا هقولهولك وهنصحك بيه ان معايا فانز جميل في قصص وحكايات هدى يقدر يفيدنا ويقول لنا انتم يا معشر الرجال، هل تقبلون منكم رجلا بيرقص؟ هل تقبلون رجل بيهز وسطه؟ هل تقبلوا رجل ببدلة رأس وحمرة؟ هل تقبلوا ان فيكم واحد يتقال له يا سوسو؟ انصحوها وقولوا لها في الكومنتات تعمل ايه. والشكرا لكل حبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.